على مهلك يا حبيبي، مفيش حد بيجري ورانا. جت منها اهي، هي والاعمى المتجوزاه. يا عم انسى بقى. وانت مش قادر تنسى اللي هي رفضتك في يوم من الايام؟ رفضتني عشان الاعمى ده. طب وربنا، النهارده لا روحها حزنانه على نفسها. انا اسف يا منى، بس والله زهقت من قعدة البيت. يا حبيبي انت لو عايز تخرج كل يوم انا اخرجك، انت ما تعرفش انا ببقى فخورة قد ايه وانا ماشية معاك. فخورة بيا على ايه؟ زمان كنت بتبقى ماشية مع الدكتور عماد الجبري، اكبر جراح في مصر. انما بعد ما عملت الحادثة وفقدت بصري وعجزت وسبت شغلي، تقدري تقولي هتبقي فخورة بيا على ايه؟ طب تعالى اقعد هنا بس، وانا هاجي اقول لك انا هبقى فخورة بيك قد ايه. هروح بس اجيب حاجة اشربها وأجي. ليه؟ مفيش حد هنا يجيب لنا اللي احنا عايزينه؟ لا دلوقتي بقى النادي، اخدم نفسك بنفسك. منى، صباح الخير يا حمدي، ازيك يا محمود؟ بقول لك ايه، تخافي تقفي معانا شويه ولا ايه؟ وهو كده كده مش شايفنا. تصدقي يا منى، انا كل يوم قلبي بيتقطع عليكي، وبالذات لما شفتك النهارده وانت داخله النادي. وانت قلبك يتقطع عليا بمناسبة ايه؟ يا دكتوره بلاش نهرب من الواقع. لما تكون واحده جميله ومثقفه ومتعلمه وبنت ناس، وتعيش مع واحد اعمى، كده بتدفن نفسها بالحياه. قصدك الدكتور عماد الجبري جوزي؟ حتى لو كان اكبر جراح في الماضي يا منى، احنا عايشين في دنيا، وفي الدنيا الناس بتنظر للمستقبل مش للماضي. انت عارف يا استاذ حمدي، ربنا انعم على الانسان بحاجات كتير، فلما ربنا بياخد حاجة عمرها ما تعيب الانسان. بس عارف الانسان ما يعيبوش غير شيء واحد، وهو فقدانه بالاحساس بالاخرين. ساعتها تبقى زيك زي الترابيزة اللي انت قاعد عليها. ينفع كده؟ هيجي تكبسها كبستك. اسكت خالص عشان انت كلامك واقف.